مجددا. إذا التطبيق الذي سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو اسمه سباي هيومن، وهو تطبيق مجاني 100%، لأن أغلب تطبيقات التجسس تكون مدفوعة. إذا بعد أن تقوم بتحميل التطبيق في الموقع الرسمي، والرابط سوف تجده أسفل الفيديو، تقوم بالضغط عليه لتثبيته، ثم تختار Setting أو الإعدادات، ثم تختار Unknown Source أو المصادر غير المعروفة، ثم تختار OK. بعد ذلك تقوم بالضغط على Uninstall لتثبيت التطبيق. بعد أن ينتهي التطبيق من التثبيت سوف تجده هنا في القائمة، ولكن بعد أن نقوم بتسجيل الدخول في التطبيق سوف يختفي من القائمة. إذن هذه هي واجهة التطبيق، يعطيك هنا بعض إرشادات ومميزات استعماله. في هذه المرحلة سيطلب منك التطبيق السماح له ببعض الصلاحيات، لا بد من تفعيل كل هذه الصلاحيات. إذا تختار الأول All Access Permissions، تختار Go to Setting، ثم تقوم بالبحث على الترخيص أو Permissions، ثم تقوم بتفعيل كل هذه الصلاحيات. بعد ذلك تقوم بتفعيل الصلاحيات الأخرى. الطريقة سهلة ولا تحتاج إلى أي شرح، تقوم فقط بالضغط على كل واحدة، ثم تقوم بتفعيل التطبيق في الإعدادات. بعد أن تقوم بتفعيل كل هذه الصلاحيات تقوم بالموافقة على شروط التطبيق، ثم تختار Agree. في هذه المرحلة تقوم بالتسجيل في التطبيق ببريدك الإلكتروني. في الخانة الأولى تضع اسم الهاتف، أي اسم كيفما كان، سوف أسميه أغاب سمارت فونز. وفي الخانة الثانية تضع رقم الهاتف، ليس بالضرورة أن يكون رقم صحيح، سوف أضع من 1 إلى 6. بالنسبة للخانة الثالثة تضع البريد الإلكتروني، لا بد أن يكون البريد الإلكتروني صحيح. وأخيرا تضع الرقم السري. بعد أن تنتهي من التسجيل سوف يختفي التطبيق من القائمة بشكل تلقائي، وهكذا لن يعرف الضحية أنه يتم التجسس عليه. إذن بعد كل هذه الخطوات نقوم بالدخول إلى البريد الإلكتروني لتفعيل التسجيل. فكما ترون لم تصل بعد رسالة التفعيل. نقوم بالذهاب إلى الموقع، تختار Login، ثم تضع بريدك الإلكتروني وكلمة السر، ثم تضغط على Login. بعد ذلك تضغط على Resend Email لإرسال رسالة التفعيل. الآن نقوم بالدخول مرة أخرى إلى البريد الإلكتروني، ثم نقوم بعمل ريفريش للصفحة، وسوف تجد رسالة التفعيل. تقوم بالضغط عليها ثم تختار في الأسفل Verify Your Email. كما ترون الآن تم تفعيل التسجيل. تضغط على Login مرة أخرى لتسجيل الدخول. إذا كما تشاهدون هذه هي واجهة الموقع. فالتطبيق قام بإرسال بيانات المكالمات في Call Logs، سوف أقوم بالضغط عليها. هذه هي المكالمات التي قمت بإجرائها، يعطيك جميع التفاصيل حول كل مكالمة. ونفس الأمر بالنسبة للرسائل، سوف تجد جميع الرسائل التي قام التطبيق بإرسالها لنا إلى الموقع. وهنا في App Details سوف تجد جميع التطبيقات المثبتة في الهاتف، ويمكنك عمل بلوك لهذه التطبيقات انطلاقا من الموقع. لدينا كذلك Browse History، أي المواقع التي قام بزيارتها ذلك الشخص. يمكنك معرفة أي موقع بالضغط على Visit Link. ولدينا هنا في الجانب هذه القائمة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى جميع بيانات الضحية كالصور والفيديوهات، المكالمات المسجلة، وجميع الملفات التي تتواجد في هاتفه. أما بالنسبة للواتساب والفيسبوك فيمكنك الوصول إليها في Social Media Received أو Social Media Sent. فالاختيار الأول للرسائل التي قام الضحية باستقبالها، والاختيار الثاني للرسائل التي قام بإرسالها. سوف أختار الواتساب، وهذه هي جميع رسائل الواتساب التي قمت باستقبالها في هاتفي. وسوف تجد هنا أغلب مواقع التواصل الاجتماعي كالإنستغرام، فايبر والتليجرام. وهناك العديد من الأشياء التي يمكنك تجربتها من خلال هذا الموقع. وأنا أحذركم مرة أخرى ألا تعطوا هواتفكم لأي شخص كيفما كان. وهناك مسألة أخرى، وهي إذا قمت بشراء هاتف قديم قم بفرمطته قبل أن تدخل بياناتك الخاصة. وسوف أختم هذا الفيديو بطريقة إزالة التطبيق. تقوم بالذهاب إلى الإعدادات، ثم إلى شاشة القفل والحماية، وفي أسفل الصفحة تختار ضبط آخر للحماية، ثم مسؤول الأجهزة أو Device Administrators. تقوم بإلغاء التفعيل في هذا الزر الذي قمنا بتفعيله في المرة الأولى. الآن تقوم بالذهاب إلى تطبيقات، ثم مدير التطبيقات. تقوم بالبحث على تطبيق Secure Service، ثم تقوم بإزالته في إلغاء التثبيت. إذن هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو، وألقاكم